خليك بسبوسه كملت قرايتها وانتي مازالكي مع البسبوسه العاديه. انجح وصفه بسبوسه بكريمه الليمون راح تجربوها وراح تولوا مدمنين عليها. سهله وخفيفه ومشربه. نجوزو الوصفه اللي نسحقوا 4 حبات بيض، قرصه تاع الملح، نص كاس تاع السكر، زاز تاع السيترون، لافاني، ونطلع كامل المكونات حتى يولي الخليط ابيض، ونزيدو نص كاس تاع الزيت، نزيدوه غير بالتدريج مع نص كاس تاع حليب، وزوج كيسان تاع سميد يكون متوسط مع زوج خماره تاع الحلوى، ونبدا ندخل في الخليط ديالي حتى نتحصل على هاد القوام. نجيبو المول الماجيك وندهنوه بالزبده ونرشوا عليه الفارينه ونحطوا الخليط ديالنا وندخلو يطيب على درجه 180. بعد ما خليت البسبوسه طيب نروح نمسح البلون دو طرافاي ديالي، واليوم خيرت ملتي سيرفاس تاع بروفيد. وحاجه اللي تعجبني في هذا المنتوج تاع بروفيد مضاد للجراثيم، راح تعقم لكم كامل الحاله، ومتعدد الاستعمالات اللي تقدري تمسحي به كلش. تمسحي به البلازما، الفوتاي، الزجاج، وتنحي كامل لا بوسيير ميم الدهون. كيما شفتوا مسحت كامل البلان دو طرافاي ديالي هكا باش نقدر نكملوا الوصفه في النقطه. نولوا الوصفه ديالنا بعد ما طابت البسبوسه ديالنا وكون طيبت سيرو من قبل كاس تاع سكر مع زوج كيسان تاع الماء، نشربوا كامل البسبوسه تاعنا ونروحوا نوجدوا كريمه الليمون اللي فيها 3 حبات تاع بيض، كاس تاع السكر، كاس تاع عصير الليمون، وتقدروا تزيدوا مغرف كبيره تاع المايزينا نحطها بارد في بارد، كي تعقد لي نضيفوا مغرف كبيره تاع مرقه. وهذه هي الوصفه تاع اليوم، ولا عجبتكم ما تنساوش تخلوا لي جيم، عليا غير نقول لكم مع السلامه.